حدا بعت لي فيديو للنائب يزبك تبع البترون، نائب القوات. ما بعرف شو بدي اقول، شيء عن جد مخجل، شيء عن جد بصفنا. نحن معشر القوات وجماعة القوات اللبنانية المقاومة المضبوطة بيجي بيتحفنا، ما فرقاني معه، لا ما بده رئيس جمهورية ماروني ولا بده قائد جيش ومدري شو هالنغمة هيدي. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، وقف عندك، وقف. حدا يقول له وقف. طالما هلأ النظام نظام طائفي، بدك تحكي كأنك نايب أو بتمثل رأيك الشخصي مش رأي جماعة. انه ما بدك طائفيه، بتقول ما بدي طائفيه، عم نشتغل تنجيب نظام غير طائفي، هذا بنفهمه. بس هلا نظام طائفي غصبا عن ربك، ايه، واذا مش عجبك فل اعتزل. بدك تمثل الطائفيه، طائفه المسيحيه المارونيه، لانك انت تخبت عنها. إذا ما بدك هيك، هذا رأيك شيء تاني، بتقول رأيي مش رأي القوات، ومش بتجي بتقول بحديثك أنت. لخي حديثكم أنتوا والصالونات، أنت والقائد، أنت وسمير جعجع، أو أنت بتجي بتخبروا للعالم، هذا أحاديث بتتمنوا يصير. بس طالما هلأ نظام طائفي بده ضل رئيس الجمهورية ماروني ومسيحي، وقائد الجيش مسيحي، والمدير الامن العام مسيحي، ووزير خي لا رئيس مجلس الوزراء بيكون سني، لانه النظام هلا هيك. لا رئيس مجلس النواب بيكون شيعي، لان هلا النظام هيك. تقسيم السلطه على الطوائف، المشاركه ببناء البلد. هلا بعد التجربه بين يمكن الطائفيه مش خاص النظام، ما خص النظام، خص الخلل بالتطبيق. برضه إذا بيجي بتقدروا تفرضوا، أنتم مش قادرين حتى تجيبوا رئيس جمهورية ماروني هلا، لأنه الباقيين ما بده يكون ياكم تكونوا بصدة الرئاسة وموارنة قبضايات، بدهم يكونوا ماروني خيال صحراء، هل بدهم إياه. أنتم هلا مفروض كنتوا تشتغلوا تجيبوا رئيس، عم تجي تخبرنا انه مع مين عم بتبيض وجهك لمين خيي؟ ما انت هلا القانون بيسمح لك وبيخليك ولازم تكون رئيس ماروني، مش عم بيخلوك باقي الطوائف تجيب رئيس ماروني منيح وقبضاي. كيف وقت اللي بتصير نظام الطائفية ما لها دخل فيك؟ شو راح بصير بالمسيحية وبالموارنة؟ راح يكونوا صفر على الشمال، راح يستغلوكم ويستعملوكم وكل شيء وقت اللي بدهم اياكم، وبعدين يزتوكم على جنب. ما لكم دخل بإدارة البلد مثل ما هلا، ما لكم دخل أبدا. 90% من وراء سياستكم المرتي، شقفة من سياستكم المرتي خلت حزب الله يقوى ويتمرجل ويصير قبضايا القد. وصلتوا ميشيل عون اللي لازم يكون يحصل حقوق المسيحية يا حبيبي عليه. هيدا رئيس جمهورية مسيحي، انتم شاركتوا فيه. ما حدا يقول لا، وما حدا يخبرنا الظروف. ما الظروف مرحبا ظروف، من جرب مجرب كان عقله مخرب. بتعرفوا ميشيل عون من قبل شو عمل؟ حرق دين ميليشيا القوات، حرق دين المسيحية، حرق دين كل لبنان. بدكم حدا مثله؟ اهلا وسهلا. وعم تحكيني ما فرقني معك. كيف ما فرقني معك؟ اذا هيدا رايك الشخصي بتقول رايك الشخصي، بس مش راي القوات اللبنانيه، مش راي حزب القوات اللبنانيه. يا عيب الشوم عليكم يا جماعه. ولو ما بقى بدكم رئيس جمهوريه ماروني، شو لمين عم بتقول؟ لمين عم بتبيض وجه؟ مين بده يجيب لك رئيس جمهوريه؟ لخي هلا مين اي سني بده يجي يعطيك حقوقك؟ ولك يا خي اي شيعي بده يجي يعطيك حقوقك؟ سوري عم بحكي بالطائفيه. هلا البلد راكب هيك. ولك بدكم 40 50 سنه يتغير جنريشن بكامله، يجي جنريشن جديد ما بده طائفيه، ما عنده شيء بالطائفيه غير يروح على الجامع ويصلي بالكنيسه وبس، والسياسه للوطن كله. بساعتها بتحكوا بنظام لا طائفي ونظام مدري شو كونفدرالي فدرالي لا مركزي اللي بدكم اياه. بس هلا طالما في طائفيه تنتبهوا شو عم تحكوا، لانه ما رح نرحمكم.